مساء الخير، معاكم دكتور أحمد إبراهيم، استشاري الجراحة العامة وجراحات الشرج، مؤسس عيادات جراحات كلينيك لعلاج أمراض الشرج بالليزر. هكون معاكم كل يوم خميس عشان خاطر نتكلم عن أمراض الشرج وطرق الوقاية والجديد في علاج أمراض الشرج. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، يعني إيه أمراض الشرج؟ مبدئيا قبل ما نعرف إيه هي أمراض الشرج لازم نعرف إيه هو الشرج. الشرج هو عبارة عن القناة الشرجية، ودي بتبقى موجودة في آخر الجهاز الهضمي وطولها حوالي 5 سم. القناة الشرجية بتنقسم إلى جزئين، القناة الشرجية العلوية والقناة الشرجية السفلية. القناة الشرجية العلوية ليها أوردة وشرايين وأعصاب مختلفة تماما عن القناة الشرجية السفلية، بيفصل بينهم خط وهمي اسمه دنتيت لاين. الخط دوت مهم جدا بالنسبة لنا لأن احنا بنعرف منه مجموعة من الأمراض ازاي بتبقى موجودة واللي احنا نقدر نعالجها ازاي. ده بالنسبة للشرج، قناة الشرج. نبتدي احنا نتكلم بقى عن امراض الشرج. امراض الشرج كتير، ولكن احنا هنختار منهم مجموعه من الامراض ديت مهمه جدا بالنسبه لنا واللي هي الاكثر شيوعا، زي البواسير الشرجيه، الشرخ الشرجي او الشق الشرجي، الناسور الشرجي، السقوط الشرجي، الخراج الجار شرجي. وفي مجموعه تانية اللي هي العيوب الخلقيه في امراض الشرج، وديت بيختص بيها اطباء جراحه الاطفال لان هم المختصين بجراحات العيوب الخلقيه، مش دكاترة الجراحة العامة ولا دكاترة جراحة الشرج. شكرا ليكم وتابعونا كل خميس عشان تعرفوا أكتر عن أمراض الشرج.